علاش تصرالنا خيبة أمل ولا خيبة توقعات من عند الناس اللي يكونوا معاه؟ شي اوبليجي اللي يدخل في حياتك يبقى في حياتك. سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو، ان شاء الله الفيديو يلقاكم نتوما في احسن الاحوال وين ما كنتوا وقت اللي راكم تشوفوا فيه. مرحبا بالناس اللي انضموا جدد للقناه، وشكرا للناس اللي مازالها تابعني من بدايه القناه. قبل ما نبدا الفيديو ان شاء الله تكونوا تسمعوا فيا بيان، لانه تلقيت شعال من التعليقات اللي قالوا لي فاطمه علي الصوت، فاطمه ما راكيش تهضري اوت فوا، فاطمه ما نسمعوا فيك. دونك جيسبر راكم تسمعوا فيا دروك بهذا لو تي ميكرو. صراحه ماشي غير نتوما اللي تشكاو من هذا الطبيعه اللي فيا، لانه انا شخصيا يعني طبيعتي نحكي بصوت منخفض، فسمحوا لي واحتذر على هذا الشيء. لكن اذا ما زال المشكل في الصوت قولوا لي في التعليقات. بالنسبه للموضوع اللي حبيت نحكي فيه اليوم، كما قلت لكم راني نحاول انه نجاوب الماكسيموم على الاسئله اللي على الاقل راني كاتبتها عندي في الاجنده، واذا اي مشتركه شافت انه مازال ما جاوبتهاش على اي سؤال طرحته عليا فتخلي لي في لي كومونتير. بالنسبه لهذا السؤال اللي طرحته عليا هذه المشتركه، صراحه حسيت في السؤال تاعها كانه داخله في صراع، ماشي مع الحياه لكن كانها داخله في صراع مع الناس. قالت لي علاش يصرى لي هذا الحدث دائما، اللي هو نكون في علاقه مع الناس، نكون في اتصال مع الناس، فجاه يقطعوا الاتصال معايا، فجاه يدوروا عليا. قالت لي بدون سبب، يعني مازالها الان جاهله السبب تاع هذا الشيء. وعلى حسب ما حكات يعني كانت عندها جارتها، كانت في اتصال مع جارتها وفجأة قطعت الاتصال مع هذه جارتها، ما ولش تحكي معها، فهي ولات تحوس على السبب وصرات لها خيبة أمل. قالت لي هذه خيبة الأمل دائما تصرى لي مع الناس اللي يكونوا معايا ولا اللي يدخلوا في حياتي جد. علاش تصرى لنا خيبة أمل ولا خيبة توقعات من عند الناس اللي يكونوا معاها؟ علاه؟ لأنه ما زالنا نديروا أهمية كبيرة ونضخموها للناس اللي يكونوا في حياتنا والعلاقات اللي يكونوا في حياتنا، وكل ما درنا أهمية للناس اللي معانا في الحياة في الدنيا كل ما درنا عليهم توقعات، وكل ما كانت توقعات في أي علاقة ولا في أي هدف، عارفي باللي كل توقع يقابله خيبة أمل. هذه قاعدة ديريها في راسك، قاعدة ديريها في راسك. كل توقع لازم في هذه الحياة في الدنيا، كل توقع عنده خيبة أمل. فالعلاقات نفس الشيء، إذا كنت في علاقة وكامل الناس اللي معك، سواء أولادك سواء والديك سواء خوتك سواء فاميلتك سواء صديقاتك سواء زملائك في العمل، كل ما هاد الناس اللي كانوا في حياتك كل ما كنت دايرة عليهم أي توقع، وعلى حساب درجة التوقع اللي تكوني دايرتها على حساب درجة خيبة الأمل اللي غادي تلقيها من عند هاد الناس. هذه قاعدة ديريها في راسك، توقع معناه خيبة أمل. والتوقع هذا شيء يدير تعلق. الناس اللي يسقسوني بزاف على التعلق، كيفاش نفك التعلق مع زوجي، كيفاش نفك التعلق مع أولادي، كيفاش نفك التعلق مع مانيش عارفه شكون، لأنك دايرة توقعات. كل ما كانت عندك توقعات كل ما كان عندك تعلق. يا حبيبتي ويا عزيزتي، كل ما كان عندك توقع كل ما كانت عندك خيبة أمل، فحبسي هذه التوقعات، تروح لك خيبات الأمل وتعيشي في علاقاتك مع الناس عادي، بشكل عادي جدا. علاه ديري تعلقات وعلاه ديري توقعات على إنسان؟ بما أنه الإنسان إنسان، بما أنه الإنسان إنسان فهو متغير، مشاعره تتغير، جسمه يتغير، تفكيره يتغير، عيشته تتغير، إنسان متغير. فأنا علاش نروح ندير توقعات على إنسان ولا على شيء متغير؟ فأكيد راح نحصل على خيبة أمل، أكيد رايحة نحصل على خيبة أمل، رايحة نتلقى خيبة أمل من شيء متغير، شيء أنا مانيش ضامناته. تفكرت واحد المعتقد احنا عندنا شائع في المجتمعات العربية ككل، يقولوا لك
على الاقل درتي ولاد لعقايبك. هذه سمعتها انا شخصيا، على الاقل درتي ولاد لعقايبك. فكيفاش درت ولاد لعقايبي؟ يعني هاد المقوله مازال ما، هاد الهضره مازال ما دخلتليش في راسي. انا كيفاش درت ولاد لعقايبي؟ يعني انا عقايبي مانيش عارفتهم، وولادي مانيش ضامنتهم. يعني انا علاش ندير توقع لشيء غيبي، شيء انا مانيش عارفاته اصلا؟ وين راني عارفه انا ولدي يقعد معايا، بنتي تخليني؟ مانيش عارفه، مانيش ضامنه هذا الشيء. علاش نروح نتوقع حاجه وننتكل عليها ومن بعد كينا اذا ما صراتش تصرالي خيبه امل؟ علاه؟ فاللي بغيت نقوله لك انه ما لازمش تكون عندك توقعات. كيفاش ما لازمش تكون عندك توقعات وكيفاش تخفضي الأهمية للعلاقات وللناس اللي يكونوا معك؟ هو أنك أنت كإنسانة واعية، كإنسانة ناضجة، تكوني عارفة الواجبات تاعك والحقوق تاعك مع هاد الناس، تتعاملي معهم بشكل عادي، بطريقة عادية، بأسلوب محترم عادي جدا. لكن تكوني متبنية المايندست ولا العقلية تاع ليس إجباري وليس شرط أنه هاد الناس اللي راني معاهم نعجبهم، وليس إجباري أنه هاد الناس اللي راني معاهم يعني آرائي وتفكيري لازم يوافقوا عليه ولازم يعجبهم. ليس إجباري أنه هاد الناس الشيء اللي راني ندير فيه لازم يمدحوني عليه ولازم يشكروني عليه. ليس إجباري هاد الناس اللي راني معاهم أنه أسلوب حياتي وأسلوب عيشي وطريقة لبسي وطريقة كلامي وطريقة تفكيري يكونوا موافقين عليها. ليس إجباري هاد الناس اللي راهم في حياتي يبقاو في حياتي. ماشي أوبليجي اللي يدخل في حياتك يبقى في حياتك، وما راهش مضطر أنه تعجبيه، وما راهش مضطر أنه يوافق شراكي ديري انت، وما راهش مضطر أنه يوافق على رايك، ما راهش مضطر أنه يعجبه لبسك، ما راهش مضطر أنه يعجبه كلامك، ما راهش مضطر. لما تتبني هاد العقلية تاع ماشي شرط، ماشي أوبليجي، ليس إجباري أنه الناس عليهم أن يوافقوا رأيي، عليهم أن يعني يتناسبوا ولا يعني يكونوا في نفس مستوى يعني أسلوب المعيشة تاعي، ولا نفس مستوى تفكيري، ولا نفس نمط معيشة اللي أنا باغياته، ولا نفس الرأي تاعي. لما يكون عندك هذا المايندست، هذه العقلية تاع لا تجبري أحد على شكرك، ولا تجبري أحد على مدحك، ولا تجبري أحد على أن يوافقك في الرأي، ولا تجبري أحد على أن يعني في أي شيء كان. لما تتبني هذه العقلية تأكدي أنه توقعاتك على أي علاقة ولا أي شخص كان في حياتك راح تكون منعدمة، راح تكون صفر. فاللي بغى يدخل في حياتك مرحبا به، واللي بغى يخرج مرحبا به. اللي عجبته صحة، اللي ما عجبتهش صحتين، اللي وافق الرأي تاعي صحة، اللي ما وافقش صحتين. فتكوني عايشة بسلاسة مع الناس، تكوني عايشة بدون توقع، ولهنا راح تيفيتي وراح تتجنبي يعني لحد أقصى خيبات الآمل. لذلك عيشي حياتك مع الناس، عيشي حياتك مع العلاقات اللي راكي باغي تعيشي معها باحترام، بمودة، بحب، لكن بدون توقع. ما تتوقعي منهم أي حاجة، لأنه لازم تدركي أنه الإنسان متغير. بما أنه الإنسان عنده مشاعر فهو متغير، وماشي أوبليجي وماشي شرط يكون موافقك في كل شيء وتكوني تعجبيه في كل شيء، وماشي أوبليجي يقعد معك قاع حياتك، ماشي أوبليجي. إن شاء الله يكون كلامي واضح وتكوني فهمتيه، ويكون يعني الجواب تاعي تلقيتيه بشكل واعي، تكوني فهمتيني اش قلت. اذا عندكم اي سؤال خلولي في لي كومونتير، وان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير، باي باي.